بعيل تافه هربان خاين. انا ناوي عاشور زملكاوي. هات احضنك يلا، تعالى هات احضنك عشان انا زعلان منك وبحبك يلا، لان ما كانش صح تعمل كده يلا. ده انا كنت يلا لما بشوفك محتاج مقف معايا يلا، ده انا كنت مديك قلبي يلا، في كده يلا، دي اصلك وسخ. وبعدين ده مش ده اللي ضرب وليد في ظهره وقعه في الارض. انا اسف يا كابتن وليد سليمان. مش ده اللي قال على العملاق الكبير صالح سليم انه كذا وكذا. مش عايز اقول ان انا بحب صالح سليم. انا اسف يا كابتن بيبو. اخر المعسكر ده كلمت الكابتن شناوي وتواصلت مع الكابتن وليد، والكابتن وليد كلمني ومفيش اي حاجه ما بيني وما بين الكابتن وليد خالص. ما تزعلش مفيش اي حاجه يا كابتن، انا بحترمه وهو تاريخ طبعا، تاريخ في النادي الاهلي كابتن كبير، ومفيش اي حاجه ما بيني وما بين الكابتن وليد. وبعتذر له تاني على الهوا ان انا ما كانش قصدي ان حاجه زي دي تحصل، وبعتذر للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي على اللي حصل مني، ان انا ما كانش قصدي ان انا اعمل حاجه زي دي. واكيد مع الوقت بتعلم، يعني بتعلم من اخطائي اكيد. انا اسف يا جمهور الاهلي. جدع امام جدع. وزي ما قلت لك قبل كده يا محمود يا خطيب، هديتي ليك كهرباء ولع فيك، هديتي ليك امام عاشور نفس سلوكياته. يا الله، امام عاشور اللي انضم خلاص رسميا لنادي الاهلي في عقد لمده 5 سنوات لنجم جديد ينضم لنادي الاهلي. مفيش كلام، امام عاشور مكسب كبير لنادي الاهلي، ولكن يبقى الاهلي مكسب كبير 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 بالنسبه للنجم الجديد امام عاشور. اهلا بيك، لاعب ملتزم بمبادئ وقيم النادي الاهلي. افتكر الرساله كده وصلت المسج.